من أول الصبح كانت هبة واقفة جدام المراية تجهز نفسها بثوب أبيض بسيط، بس بعيونها كان في خوف ما حد يشوف. عمر خطيبها كان دائما يجرحها بكلامه، خصوصا لما عرف إنها يتيمة وما عندها أحد يوقف معها. لكن مع هذا قلبها كان يقول: يمكن يتغير، يمكن الحب يلين قلبه. قبل ما تطلع من البيت دق تليفونها. كان عمر. قال لها بصوت فيه سخرية واضحة: لا تنسين، لا أحد بصف اليوم لأنجم عندك أهل. بس يلا، شوفي يمكن وجودي أنا يكفيك. الكلمة كسرت شيء داخلها، بس سكتت. مسحت دمعها وقالت لنفسها: مو مهم، أهم شيء أكنها لون. وصلت زينة الصالون، والكل كان يشوفها بعين الإعجاب إلا عمر اللي دخل الصالون ووقف عند الباب وقال بصوت مسموع: يا جماعة، العروس اليوم يتيمة، محبيي من أهلها، فخلوكم مستعدين تقومون بدورهم. ضحكوا كم شخص، ويمكن ما قصدوا يؤذونها، بس الضحكة ذبحت قلبها. ومع هذا ابتسمت، تكابرت على الألم، لأنها تعودت تقاوم بروحها. بس لما رحوا صوب الزفة والزواج كانت السالفة تمشي طبيعي لين. فجأة صارت لحظة غيرت كل شيء. لما وصلت سيارة العرس عند باب زواج الزاجز، وقفت قدام المدخل بدون ما تتحرك. الناس استغربوا. الشوفة راحت صوب باب السيارة، وفجأة انفتح الباب، وطلع رجال كبير بالعمر، واقف بثقة، لابس دشداشة نظيفة، ونظرة عيونه فيها دفء مو طبيعي. الكل سأل بعض: من هذا؟ اقترب من هبة ووقف جدامها، وقال بصوت رجولي دافئ: يا بنتي، تسمحين لي أدخل من كأب اليوم؟ هبة ارتجفت، قالت بصوت مكسور: بس أنا ما عرفك. ابتسم وقال: أعرف، بس أنا عرفت قصاج من وحدة كانت موجودة بالصالون. قالت لي شيلون خطيبك يهانج ويجرحج، وما قدرت أسكت. يا بنتي، قال لي ما له أهل، إحنا أهله، والكويت ما تخلي أحد بروحه. الكلمة هذه كسرت جدار الألم اللي كانت تخبيه داخلها. الناس كلهم صفقوا، والبعض كانوا يمسحون دمعهم. أما عمر لما شاف المشهد حس بتوتر، وقال بصوت عالي: ليش هذا يتدخل؟ أنا زوجها. الرجل الكبير التفت عليه وقال بكل هدوء: الزوج الحقيقي يحترم زوجته، ما يهينها ولا يحسسها إنها أقل من الناس. هبة شافت الحقيقة قدامها، كل لحظة ألم، كل كلمة سخرية. رجعت بخاطرها. تنفست بعمق، ورفعت رأسها، وقالت بصوت قوي لأول مرة: عمر، إذن هذا هو أول يوم بينا، وأنتهى الدرجة تجرح. شنو بيصير بعدين؟ عمر ما عرف يرد. هبة مسكت طرف ثوبها، ورجعت خطوتين لورا، وقالت: أنا مو يتيمة، الله معي، والناس الطيبين حولي يكفوني. وأضافت: وأنا أرفض الزواج. الناس كلهم صفقوا لها، والرجل الكبير مسك يدها وقال: يلا بنتي، نمشي، هاليوم بيكون بداية جديدة. طلعت من المكان منكسرة. لا، طلعت قوية، يمكن لأول مرة بحياتها. وأدركت شيء: الكرامة أهم من أي زواج.